ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده عن هرمون مهم جدا ومحتاجينه تقريبا كلنا الوقت ده. هو ازاي ان انا ازود هرمون السعادة في مخي وفي جسمي. طيب قبل بس ما ابتدي، كان كذا حد بيسألني عن برامج المتابعة اللي انا بعملها. انا بشتغل اونلاين، عندي ناس من بره مصر ومن جوه مصر، معايا متابعين او ناس بتابعهم من امريكا ومن كندا ومن دبي وطبعا من القاهرة او من مصر. يعني النتائج بتبقى هايلة جدا. انا بتابعك في الاول خالص، بيبقى في شيت كده بنبعتهولك بعد ما تشترك معانا. عندي كذا نوع من الاشتراكات، سواء من شهر ل6 شهور بنتفق عليه. بتبعت لي بس سكرين شوت انه بالنظام الاشتراك اللي انت عايزه، وبعدين ببعت لك شيت كده فيه كل الداتا اللي احنا محتاجينها للدايت بلان، الوزن والمقاسات وشويه حاجات كده مكتوبه انت بتجاوب عليها، الاكل اللي بتحبه، الاكل اللي مش بتحبه، كم وجبه محتاجها، كم سناك، وبنظبط الدنيا مع بعض. نفسك في صيام متقطع؟ طب عملت قبل كده؟ شويه اسئله كده بتساعدنا في الدايت بلان، وبنتكلم بعدها بنتفق على الشكل اللي احنا هنمشي عليه بعد ما اكون قريت الدايت بلان او الحاجات اللي انت بتحبها. بنعمل على اساسه الدايت بلان وببعتهولك، بتقولي تمام، بنبتدي مع بعض. بتكون عبارة عن ايه خلال الاسبوع؟ يعني مثلا انت بتتابع معايا يوم الاربع، يبقى يوم الاربع اللي بعده هتبعت لي الميزان والمقاسات الصبح، ونتابع مع بعض ايه اخبار الدايت خلال الاسبوع ده او خلال الفترة دي. انا ببقى معاك اونلاين، لو عندك اي سؤال بتسألني، لو عايز مثلا حاجة معينة تقولي دي تنفع او ما تنفعش، ببقى معاك على قد ما بقدر اونلاين. اول ما بشوف المسج برد عليك، واعتقد ان انا مش بتأخر على الناس خالص. دي حاجة. الحاجة التانية، بالليل قبل ما تنام لازم تبعت لي ريبورت كده او تقرير، انت ايه الاخبار، عملت كويس، تمام، معكينا معكيناش. بنحاول نخلي بالنا طبعا على قد ما نقدر. من الملاحظاتي انه اللي بيخلي باله وبيمشي كويس على الدايت بلان وبيعمل رياضة، انا بلاقي النتائج هايلة. بنلاقي البروجرس كويس. بتلاقيها من ايه تقريبا من اول اسبوع بيبقى فيه بتاع 3-4 كيلو نزول ميه، طبعا في الاول تخزين ميه مع نسبه دهون، وبنبتدي نكمل تقريبا من الاسبوع الثالث لشهر. بنلاقي انت كمان بتقولي او الشخص بيقولي انا حاسس انه لبسي ابتدى يتظبط عليا، انا حاسس انه لا الشيب ابتدى يتظبط. بعد كده شهر ونص بنلاقي بروجرس اكتر، وبنكمل مع بعض طبعا حسب وزنك وحسب كل حاجه بيفرق معانا جدا. فده نظام المتابعه. لو عندك اي حاجه ابعت لي. طيب بالنسبه لهرمون السعاده، ايه هرمون السعاده ده؟ اسمه هرمون السيروتونين. السيروتونين ده هرمون بيتصنع جوه الجسم. طيب بنجيبه منين اصلا؟ بنجيبه من حمض اسمه حمض التريبتوفان. التريبتوفان ده حمض اميني بناخده من شويه مواد غذائيه هقول لكم عليها حالا. بنلاقيه فين التريبتوفان؟ بنلاقيه في كذا حاجه، طبعا في البروتين زي الجبن والبيض واللحوم، اكتر لحوم كمان الديك الرومي والدجاج، الفراخ، الحاجات البيضة يعني. كمان بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في المكسرات، تلاقيه في كمان في البذور، بذور الشيا وبذور الكتان، بنلاقي فيه نسبة تريبتوفان حلوة قوي. وفي الأوراق الخضراء، يعني تقريبا هو موجود في معظم الأكل الصحي. عشان كده واحنا بنعمل أي برنامج غذائي لازم أحط مجموعة متكاملة من الأكل اللي تديك فايدة غذائية عالية. طيب ايه اهميه التريبتوفان؟ التريبتوفان بيدخل جوه الجسم، بيتحول او بيعلي هرمون اسمه هرمون السيروتونين. السيروتونين ده ناقل، زي ناقل عصبي كده، بيدي اشارات للمخ، فبيبتدي يعمل حاجه اسمها السعاده، او يدي زي الدراجز والحاجات اللي هي اللي بتدي سعاده للانسان. بس دي حاجه طبيعيه ربنا خلقنا بيها او موجوده جوه. عشان كده لو انت عايز تعلي هرمون السعاده، حاول تخلي بالك من اكلك. بص كمان البطاطس، بس خلي بالك بلاش تاكل بطاطس محمره كتير، خليها البطاطس بصورتها الطبيعيه. لكن البطاطس فيها نسبه من حمض التريبتوفان اللي هو بيتحول جوه الجسم للسيروتونين. فمن ضمن الحاجات اللي بتبعد الاكتئاب شويه حاجات او شويه بيهيفير كده عايزين نتعلمها. اول حاجه، لو انت بتشتغل من بيت او من مكتب، حاول تنزل تتمشى في النور او في ضوء الشمس شويه. اولا بيعلي فيتامين دي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. تاني حاجه بيعلي هرمون السيروتونين، فعشان كده حاول تتعرض لضوء الشمس او للاضاءه الطبيعيه على قد ما تقدر. ايه كمان بيساعدنا على انه يزود هرمون السيروتونين او هرمون السعاده؟ تاني حاجه الرياضه.
الرياضة بتزود هرمون السيروتونين، اليوجا من الحاجات اللي بتزود هرمون السيروتونين، وجودي في وسط ناس او في وسط حاجة مريحة عصبيا دي بتزود هرمون السيروتونين. فحاول ان انت تكون اما في وسط يومك تهدى او تفصل شوية، او ان انت تكون في وسط حاجة او مجتمع او ناس مريحين للاعصاب شوية. طيب ايه كمان بيزود هرمون السيروتونين؟ زي ما اتكلمنا انه كمان انه هو بيظبط لي النوم بتاعي. يعني ايه بيظبط لي النوم بتاعي؟ هو هرمون السيروتونين ده بيظبط كمان حاجه اسمها ميلاتونين. الميلاتونين ده هرمون بيظبط لي النوم والصحيان، يعني ببقى عارف انام بالليل كويس والصحيان بتاعي يكون برضو بصوره كويسه، ما ببقاش مرهق، ما ببقاش تعبان. عايزه اقول لكم حاجه في موضوع الهرمونز ده، انه احنا مش مكن، يعني احنا مش اللي هو اول ما ادوس على زرار هبقى كويس، اول ما ادوس على زرار هخس. احنا مش مكن، احنا جوانا شويه حاجات معقده زي الهرمونز، زي الكالوريز، زي احتياج الجسم، زي الاعضاء اللي جوايا، زي الاجهزه. الحاجات دي كلها محتاجه ان انا اهتم بيها وارعاها عشان الاقي البروجرس او النتيجه او الريزلت اللي طلعت لي صح. ليه؟ لان انا مش مكنه اول لما هعمل نظام صحي المفروض ابقى كويس. لا، لو انا عندي هرمونات متلخبطه هيوقف لي حرق. لو انا الكورتيزول عندي عالي، هرمون التوتر، طول الوقت هيخزن لي دهون، هيخزن لي ميه. لو مش بنام كويس هيعلي لي هرمونات، فهبقى مش عارفه اخس، مش عارفه انام. فكل الحاجات دي بتقول الى صحه كويسه. يبقى اذن عشان انا تبقى صحتي كويسه محتاجه اهتم بشويه حاجات امشي عليها، فاوصل ان انا صحتي تبقى كويسه وعارف اكمل يومي او اكمل بقيه حياتي بصحه كويسه. اهتم بصحتك كويس، اهتم بنفسيتك، اهتم بالهرمونز بتاعتك. شوف ايه اللي بيعمل لك توتر وابعد عنه شويه، افصل شويه عن الشغل، افصل شويه عن الحاجات اللي بتتعبك، وخد وقت بريك اهدى فيه وراجع نفسك تاني. شوف ايه اللي محتاج تعدله. سوء التغذيه او المال نيوتريشن اثر نفسيا علينا، بيعللنا حاجات كتير. هرمون الانسولين بيعللنا الضغط، بيعلي القلب، بيعمل حاجات كتير قوي. فاحنا محتاجين نظبط الهرمونز بتاعتنا عشان ينفع نوصل للهدف بتاعنا. ميرسي ليكوا خالص، ولو حد عنده اي سؤال او عايز يشترك زي ما قلت لكم ابعتولي. ميرسي ليكوا.